السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ النهاردة فيديو جديد من قدام فراخنا. النهاردة يومنا الرابع بأمر الرحمن. ابتدينا دروس بقى وانتوا فاهمين المشاوير رايحة جاية، ففيديو سريع كده. النهاردة انا عايزة ارفع المناعة بتاعتهم، خلاص داخلين على الشتاء وعلى ايام السقعة. كل اللي هحطه معلقة حبة البركة مع المكون اللي انا مش بستغنى عنه طول الدورة. هحط لهم حبة بركة ومعاهم معلقة كركم. تمام. الكركم فاتح شهية حلو، بيحسن الهضم بتاعهم، وحبة البركة حلوة جدا للمناعة بتاعتهم. هنزود كمان مكون على المية يرفع معانا المناعة. احنا عايزين نرفع مناعة على قد ما نقدر. كل ما الفرخ بيبتدي يكبر كل ما هو بيحتاج مناعة اعلى عشان يقدر بقى ايه. طبعا احنا داخلين على ايام الشتاء وداخلين على ايام السقعة. عايزة اقول لكم على حاجة برضو. لو انت هتنقلي الفرخ بتاعك من مكان لمكان حاولي تنقليه والدنيا دفا. يعني ما تجيش مثلا بالليل والدنيا ساقعه والجو ابتدى ينزل الطل بتاعه وتبتدي تنقليهم. لا، حاولي ان انت تنقليهم والدنيا دافيه. اهي الميه بتاعتهم، الطواجن بتاعتهم نضيفه ومغسوله وامورها تمام. كل اللي هحط عليه هحط عصره ليمونه مع معلقه العسل. الليمون فيتامين سي حلو بيرفع المناعه معانا. العسل مهضم حلو قوي، في نفس الوقت طعمه مسكر بيخلي الفرخ مقبل على الميه عايز يشرب، فده حاجة كويسة قوي ليهم. طبعا الفرخ برضو في الشتاء غير في الصيف، ما بيشربش مية قد كده. ممكن ان هو ما بيفقدش مية، ما بيفقدش سوائل زي الصيف، فما بيشربش قد كده. فاحنا دايما نحط لهم حاجة على المية تخليهم ان هم مقبلين عليها عايزين يشربوا. وعلى الاكل برضو نفس الحكاية. انا ما فيش يوم بحط لهم بادي كده، لازم مثلا عليهم. وما تقلقيش ان انت مثلا تقولي ان انا احط حاجة بودرة فهم مش هيعرفوا ياكلوها، لا. انا ساعات بتوصل معايا ان هم حتى البودره اللي هي بتبقى في العلف الناعمه خالص دي بياكلوها، وهنشوف مع بعض في الفيديوهات بياكلوها ما بيسيبوش فيها حاجه. فما تقلقيش من الحته دي، اي حاجه انت بتحطها لهم هم بيستفيدوا بيها. انا على طول الاعشاب، كركم، حبه البركه، سمسم. السمسم حلو جدا للكالسيوم للعظم بتاعهم والمفاصل بتاعتهم. كزبره ناشفه، الكزبره برضو حلوه جدا. الكمون بيعالج مشكله الهضم بطريقه حلوه جدا. الكمون، الحلبه، كل الحاجات دي ليها فوائد جميله جدا عند الفراخ، بس في اعمار. يعني انا دلوقتي بحاول ان انا ايه ما تقلش على الهضم بتاعهم. هم يا دوب شويه الكركم كده حلوين، لو معاهم حبه بركه، معاهم معلقه سمسم، اي حاجه من الحاجات اللي بتنفعهم ما بزودش عليهم. انا هنا حطيت لهم الميه وحط لهم الاكل بتاعهم، وهنبتدي نشوف امورهم مع بعض عاملين ازاي. الكب من الانواع الكويسه اللي بيبان عليها الوزن اول باول غير الانواع التانية. يعني عندك الرز مثلا ممكن تستني لحد 30 يوم عشان يبتدي يبان عليه الوزن. بيديكي وزن بس مش زي الكب. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني ده كده فرخ عمر ربع يوم، فما شاء الله بيبان عليه الوزن. العلف اللي بياخده بيبان عليه على طول. تقلقي لو انت روحتي تستلمي الكتاكيت بتاعتك لقيتيهم مريشين بالمنظر ده، تعرفي كده ان الكتاكيت دي مش عمر يوم خالص، ما تستلمهاش. كتكوت طالما ريش معاكي كده تعرفي ان ده مش عمر يوم، احنا هو رابع يوم. واخدين بالكم؟ دي ملحوظه بس حبيت اقولها لكم كده. هم امورهم تمام، الحيويه بتاعتهم تمام، منتشرين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نفسي يا رب كل واحده تتشجع وتبتدي تربي في بيتها وتقولي تجربتها معاها كانت عامله ازاي. السلام عليكم ورحمه الله.